السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على واحد الاضطراب ولا واحد المرض اللي كيقيس بالخصوص الرجال. وهذا الموضوع هذا اللي هو الضعف الجنسي او الضعف في الانتصاب عند الرجال. وهذا الموضوع هذا شيئا ما تيكون حساس، وبزاف ديال الرجال ما تيقدوش يجبدوا الموضوع مع الطبيب ديالهم، وبالتالي كيحشموا، وهنا كيخليو هذا المشكل هذا يزيد يتفاقم. وكيف ما كتعرفوا فالضعف الجنسي ولا الضعف في الانتصاب عنده واحد التاثير اللي هو مباشر وتاثير اللي هو كبير على النفسيه ديال الرجل وعلى الثقه في النفس ديالو، وبالتالي كيكون عنده تاثيرات اللي هي كبيره بزاف وخايبه على العلاقه الزوجيه وكذلك على حتى الاسره بصفه عامه. اذا شنو هو سي الطبيب الضعف الجنسي عند الرجال من الناحيه الطبيه؟ اذا فالتعريف فهو كالتالي: هو ان الرجل كيكون عنده ضعف في الانتصاب، اي ان القلب ديالو ما كينتصبش مزيان، بمعنى كيوقف بشكل ضعيف بزاف، او لا كاع ما كيوقفش في خطره، او لا كيوقف ولكن ما كيحافظش على ذاك الانتصاب، كيوقف في الاول ولكن خلال المعاشره الانتصاب كيضعف، وبالتالي ما كينجحش العلاقه الجنسيه. هذا المشكل هذا ممكن يكون مستمر مع الوقت، في جميع العلاقات اللي غادي يمارسها يكون فيها هذا المشكل، او لا كيكون مره مره كيجي مره كيمشي، بمعنى ممكن علاقات ينجح العلاقه الجنسيه مع الزوجه ديالو، ومره اخرى ما يقدرش ينجح العلاقه الجنسيه. وهذا المشكل هذا فخاصو على الاقل هذا الاضطراب نعرفوه خلال واحد المده ما كتقلش على 3 شهور. وامام هذه الاضطرابات هذه فخاصني نتوجه لعند الطبيب على وجه السرعه، باش هكذا ناخذ ندير الفحوصات اللازمه، وهكذا ناخذ القياسات والادويه اللي هي لازمه، باش هكذا نرجع الحياه ديالي الجنسيه اللي كنت عليها من قبل. اذا شنو هما الاسباب ديال الضعف الجنسي عند الرجال؟ هنا في غالب الاحيان بزاف ديال الرجال ما تيكون عنده حتى شي مشكل في الصحه ديالو، ما كيكون تياخذ حتى شي دواء، ما عنده حتى شي مرض مزمن، الحاله الصحيه ديالو مزيانه، ولكن كيكون في الحياه كيخضع لضغوطات نفسيه، مشاكل اسريه، مشاكل مع الزوجه ديالو في العلاقه الزوجيه، وكذلك المشاكل الماديه، الوليدات، المصاريف، العمل الى غير ذلك. فهذه الضغوطات هذه ممكن تاثر له سلبا على القدره ديالو على الانتصاب، وبالتالي تبان بالضعف الجنسي. وهنا ممكن يعيش شي تجربه جنسيه اللي عارف فيها ضعف جنسي، فهنا هذا المشكل هذا كيخلق له صدمه عاطفيه اللي هي كبيره بزاف، كيعيشها باحاسيس كبيره، وبالتالي كيتخلع منها، وهنا كيولي عنده خوف ترقبي على انه ما ينجحش العلاقات الجنسيه اللي جايه، وبالتالي هنا كيولي عنده واحد العدم الثقه في النفس اللي هي كبيره بزاف، وبالتالي كتخليه يعيش تجارب جايه بالضعف الجنسي. وهنا كيقول لك ما عندي شي مرض، وتيبقى مهموم وديما انشغالات، لان يحب يتفكر هذا الموضوع هذا كيخلق له واحد عدم الارتياح. فهنا هاد الرجال كنصحهم انهم يمشيو عند الطبيب باش هكذا يديروا الفحوصات اللازمه، وكيف قلت لكم ما تنقلبوا ما تلقاو حتى شي حاجه، فهنا كيكون العلاج كتعتمد على جلسات ديال العلاج النفسي اللي من خلالها كنعطيو واحد المجموعه من النصائح في التغذيه وفي الانشطه ديالو اليوميه، وكذلك حتى في الرياضه، وكذلك كنقوموا بالتعديل ديال الافكار ديالو باش هكذا نردوا له ديك الثقه في النفس، وهكذا يرجع النشاط الجنسي ديالو اللي كان عليه في القديم. وبالنسبه للاسباب الاخرى اللي كتسبب لنا في الضعف الجنسي فغادي نشيروا منها، ما غاديش نقولوا كل شيء ولكن نشيروا اللي هي كثيره بزاف، بحال امراض القلب والشرايين، التصلب ديال الشرايين، بعض الادويه ممكن تاثر سلبا على القدره ديالنا على الانتصاب، بحال الدويات اللي كناخذوها في امراض القلب، ولا الادويه اللي كناخذوها اللي كتخفض لنا الضغط الدموي، ولا اللي كتخفض لنا المواد الدهنيه، او لا الادويه اللي كناخذوها في بعض الامراض والاضطرابات النفسيه. فهاد الادويه هذه كتخفض لنا القدره ديالنا على الانتصاب، فهنا ما علينا الا نستشروا مع الطبيب ديالنا. كذلك كاين امراض اخرى نفسيه بحال الاكتئاب او الاضطرابات القلقيه ولا الاضطرابات ديال الخوف والوسواس، فحتى هي كتاثر سلبا على الانتصاب ديالنا. كذلك ما نساوش ان المخدرات والتدخين والكحول حتى هي مواد كتاثر بشكل كبير وبشكل مزمن على الانتصاب
الانتصاب ديالنا، وبالتالي يعني غادي نفقدوا القدره ديالنا على الانتصاب والقوه ديالنا الجنسيه بشكل يعني مزمن، حتى ما يبقاش عندنا القدره في خطره الى بقينا مبليين بهذه المواد. كذلك كاين امراض الهرمونيه، كذلك الاضطرابات في الجهاز العصبي اللي كتقيس الدماغ والنخاع الشوكي. كذلك نقدروا نشيروا ان لا كانت عندنا مشاكل وقعت لنا يعني في العضو الذكري ديالنا، او يعني المشاكل او لا احداث يعني حادثه وصدمات وقعت لنا، مثلا الانسان خضع لحادثه سير وتقاص في منطقه الحوض، فهنا ممكن يعني يفقد القدره ديالو على الانتصاب. وباش ما نساوش مرض السكري والارتفاع الضغط الدموي والارتفاع المواد الدهنيه، الدهن الثلاثي والكوليسترول، الوزن الزائد، قله الحركه، كلها هذه الامراض المزمنه فهي تتشكل واحد الخطر على ان الراجل في المستقبل يفقد القدره على الانتصاب ديالو بشكل جزئي او لا كلي في المستقبل. اذا هنا نصيحه لهاد الناس هادو باش اننا نحافظوا على صحتنا، يكون واحد يعني التغذيه اللي تكون متنوعه وتكون غنيه بالخضر وبالفواكه. كذلك نحترموا ممارسه الرياضه بشكل يعني دوري، يعني دائما الرياضه كنوصي بها يعني الرجال وكنوصي بها كل شيء. كذلك نشربوا الماء بشكل اللي هو كبير بزاف، ونبتعدوا على التغذيه اللي غنيه بالسكريات المصنعه. وكذلك اذا كانت عندي امراض بحال مرض السكري، الضغط الدموي، ارتفاع الدهنيات، او عندي السمنه، فهنا نتبع النصائح اللي تعطيني الطبيب ونقوم بالتعديل ديال هذه المشاكل هذه وندير المراقبه ديالها بشكل دوري، فهكذا باش ان نحافظ على القوه ديالي الجنسيه لمده طويله. وكذلك كاين مشكل اخر اللي كنفقدوا به القدره ديالنا على الانتصاب، وهو الشيخوخه. يعني النهايه ديال كل راجل انه غادي يفقد القدره ديالو على الانتصاب مع الشيخوخه. اذا كنتمنى انني قدمت واحد الاضافه وواحد المعلومات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.